السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is an introduction to the IELTS preparation course. دي محاضرة تعريفية بكورس التحضير للآيلتس. هنتكلم فيها على أهم الاستراتيجيات والتكنيكات اللي بيتم شرحها جوه الكورس، وإيه هو اللي بنركز عليه، وإزاي بيكون الكورس integrated مع بعضه عشان نقدر نوصل للباند سكور المطلوب. زي ما احنا شايفين على الشاشة، الكورس بيركز على الفور سكيلز mainly reading, listening, writing and speaking. وكمان بنحط خطة عملية لممارسة الفوكابولري عشان نقدر نعلي بيه السكور الرايتنج والسبيكينج. تمام. بالنسبه للفوكابولري هنشرحه في اخر الفيديو عشان نعرف ازاي الخطه العمليه بتناسب الفور سكيلز. تعالوا نبدا الاول بالريدنج. ايه اللي بيتم تناوله او الموضوعات اللي بيشملها الكورس؟ اول حاجه في الريدنج بيكون عندنا اول حاجه بنبدا بانترودكشن تو ذا ايلتس ريدنج. ده عباره عن تحضير او مقدمه كده عن الريدنج عموما، حاجه اسمها البيسنج، ونعرف ايه هو السبيد وايه هو التايمنج، لان زي ما احنا عارفين التايمنج is so challenging during the reading part. احنا عندنا 3 long passages، 3 سيكشن المفروض ان هم مش عارف ما بنقدرش نخلصهم في الوقت المحدد او في ال 60 minutes المطلوبين مننا، وبالتالي لازم يكون في استراتيجيات التعامل مع التايمنج. تاني حاجه بنركز على الفيرست استراتيجي او بناخد حاجه اسمها السكيمنج، ودي من الاستراتيجيات المهمه جدا اللي بتساعدنا نعمل او نتغلب على مشكله التايمنج. ولازم نخلي بالنا ان كل الاستراتيجيات اللي بناخدها بيتم التطبيق عليها عملي during the online sessions عشان نوصل للتطبيق المثالي والعملي على الاستراتيجي نفسها، ونقدر نعمل حاجه اسمها mastering the skill. فبناخد practical examples with paying attention to errors، وهنعرف يعني ايه paying attention to errors، لان دي من اهم الحاجات اللي بيتم تناولها جوه السيشنز، ان هو ازاي تعرف ايه هي مشكلتك. في ساعات بيبقى في ناس مشكلتها في اللغه، ساعات بيبقى ناس مشكلتها في السرعه، ساعات بيبقى ناس مشكلتها في الفوكابولري، ساعات بيبقى ناس مشكلتها في ان هي تعمل سكيمنج اصلا. فلازم تبقى عارف ايه هي مشكلتك عشان تقدر تحلها بالظبط. طيب بعد كده بنتكلم على سؤال الماتشنج باراجراف هيدنجز. بيكون عندنا طبعا ده نوع من انواع الاسئله المهمه جدا جوه الريدنج، ومشكلته ان هو بيحتاج وقت كبير، ولكن احنا بناخد استراتيجيات التعامل معاه وبناخد براكتس عملي عشان نقدر نحله بشكل صح. بعدين بنتكلم على او بنشرح السكند استراتيجي، حاجه اسمها previewing a text. بنعرف ازاي تعمل previewing a text، وبناخد practical example و some exercises عليها. الثيرد استراتيجي بيتم شرحها بشكل كامل، يعني ايه predicting the content structure، ازاي تكون grammatically correct. بعض الناس مش عارفة ان هي لازم تكون grammatically correct مع السنتنس، فبنعرف ايه هي او ايه هم ال parts of speech، وبناخد practical examples عليهم و some exercises. بنشرح understanding cohesive devices. الناس اللي ما تعرفش cohesive devices ايه هي الwords اللي بيتم استخدامها عشان to link sentences و link paragraphs. بناخد حاجة اسمها transitional and signal words، ودي مهمة جدا في listening وكمان في الريدنج والرايتنج. فبنعرف ايه هي ال cohesive devices عشان نقدر نحل مشاكل زي مثلا ال distractors في listening، زي مثلا ازاي نعمل linking ideas في writing. ده كله اسمه cohesive devices. طيب بعد كده بناخد الفيرست assignment. طبعا بعد كل محاضرة بيكون في assignment كتطبيق عملي على ما تم دراسته في المحاضرة نفسها. يعني مثلا احنا خدنا في السيشن دي بنتكلم على او شرحنا السكيمينج، شرحنا previewing a text. بيبقى المثال او الاساينمنت كتدريب عليه بيتم حله وبتبعته عشان يتم تصحيحه، ونعرف بالظبط ايه هي مشاكل او نقاط القوة ونقاط الضعف. طيب بنكمل بعدين كمان في بقية المحاضرات بنتكلم على true false not given، او بنشرح ايه هو السؤال ده، وتحديدا ايه هي common problems او التريكس الموجودة في السؤال. طيب بعدين bندخل على what do true false and not given mean. ايه هو السؤال ده اصلا، لان احنا اتعودنا دايما في حياتنا ان هو يا اما حاجه true يا اما false، فدايما مش عارفين يعني ايه not given. هنشرح ده بالتفصيل. هنتكلم على top 10 tips، اهم 10 نصايح عشان تحل السؤال ده، وهناخد examples وهنطبق عليها التوب 10 tips عشان نقدر نشوف هل فعلا وصلنا للحل الصح ولا لا. وكمان بنكمل practice عشان نقدر نوصل للمهاره المطلوبه. بعدين بنتكلم على السكانينج فور ديتيلز. بنشرح يعني ايه سكانينج كمقابل للسكيمنج اللي احنا اتكلمنا عنه في اول سيشن. بنتكلم على what's scanning of course، وبعدين بنتكلم على examples و practical exercises. بنحل حاجات يعني اسئله عمليه من امتحانات سابقه عشان نوصل للمهاره المطلوبه. بنكمل
شرح بعض الاسئله المهمه زي النوت كومبليشن، زي الفلو تشارت، زي الدايجرام، زي المالتيبل تشويسز، وايه هو اللي المفروض نركز عليه. نبدا بالسنتنس الاول، بعد كده نرجع للباراجرافز ونشوف ونعمل سكاننج وسكيمنج، وايه هي الاسئله اللي ينفع معاها سكاننج وايه هي الاسئله اللي ينفع معاها سكيمنج عشان نوصل تحديدا للدرجه المطلوبه. طيب بنتكلم على لوكيتنج انفورميشن. مهم جدا ان احنا نقدر نعرف او نحدد مكان المعلومه اللي احنا هنرجع لها. مش كل ما انا ابص على سؤال ارجع اقرا الباراجرافز كلها، غلط جدا لان ده هيضيع وقت كبير جدا مننا. فهناخد some examples و some exercises. بعد كده السكند assignment نفس فكره الفيرست assignment، بيكون برضو تطبيق عملي على المهارات اللي تم شرحها جوه السيشن دي، وبيتم حلها وبتتبعت عشان تصحح وتعرف نقاط القوه والضعف. بعد كده بنركز على listening part زي ما احنا شايفين. بناخد some strategies for listening، بنركز على حاجه اسمها الانترودكشن، بنركز على السكيلز نفسها، بنركز على common problems and solutions. تعالوا نشوف الاول في الانترودكشن بنعمل ايه. في الانترودكشن بنتكلم على the four sections of the IELTS او the four parts. بنتكلم على learners problems، ايه هي مشاكل معظم الناس في الليسننج. لما بتقدر تعرف المشكله بيبقى سهل ان انت تحدد الحل بعد كده. فبناخد ايه هي مشاكل الناس او الناس بتشتكي من ايه عموما في الليسننج. بعدين بنتكلم على types of questions، انواع الاسئله، وايه هو most challenging questions. وبنتكلم على السكيلز needed بقى، ايه هي المهارات المطلوبه بنشرحها عشان تقدر تتغلب على learners problems، اللي هي في الغالب واحنا بنناقش learners problems بنلاقي ناس كتير عندها 4 5 6 problems، وبالتالي احنا هنا بنقسم المهاره لاجزاء صغيره. يعني مثلا في ناس ممكن تقول لك انا مشكلتي في الليسننج عموما، لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نعرف ايه في الليسننج. تمام؟ هل مثلا spotting distractors، هل هي using synonyms، هل هي paraphrase، هل هي using cohesive devices، في اجزاء، هل هي dialect، هل هي الاكسنت، في مشاكل كتيره جدا تحت فكره الليسننج. فهو ده اللي احنا بنركز عليه، بنعرف learners problems عشان نوصل للskills needed. اوكي، ده بالنسبه ل the first part in listening. بعد كده بندخل على using predicting skills. ليه مهم نعمل حاجه اسمها predicting while listening؟ بناخد listening example. طبعا كل مهاره بيتم عليها تطبيق عملي بنفس الشكل. يعني لو listening هتلاقي بنسمع during the course during the session، وبنحل وبنعمل practice عشان نوصل ل سواء المهاره المطلوبه او المشكله، بنحدد مشاكل الكانديديتس. طيب بعد كده السينونيمز، وهندرس السينونيمز in relation with the vocabulary plan، زي الفوكابولاري بلان اللي انا هتكلم عليها في اخر الفيديو ان شاء الله. ازاي السينونيمز اللي احنا هندرسها هي connected with the vocabulary plan. بناخد some example given. Identifying weaknesses، identifying points of weakness. بنعرف ايه هي مشاكل الضعف او نقاط الضعف والقوة during this part. وبناخد listening practice عشان to spot the synonyms. بنعرف ايه هي distractors what are distractors in the listening part, why it's important to spot them while listening. ليه مهم ان انت تعرف distractors دي، وهنعمل زي مثال عملي بالlistening عشان نقدر نعرف او نسبوت distractors وناخد practice exercise. بعد كده بنتكلم على test formats، how to follow the test format. يعني ايه format وليه مهم ان احنا to follow the test format. في ناس كتير بتغلط في حاجات simple جدا نتيجه لان هي ما تعرفش حاجه اسمها test format. وبناخد examples على test format و practical exercises او practice عموما. وهنا بنيجي للثيرد assignment، بيكون listening وبيكون زي امثله او اسئله على المهارات اللي تم استخدامها، بتسمع وبتحل وبتبعت الاساينمنت للتصحيح. بعد كده بناخد ايه هي الكلاسيفيكيشنز لما يكون عندنا تو كاتيجوريز، ازاي يكون عندنا استراتيجيات التعامل مع التو كاتيجوريز دي، لان في ناس كتير بتسرح اثناء الاختبار او تركيزها بيقل لما يكون عندك تو كاتيجوريز او زي نقصد تو كولوم مثلا او strategies. فناخد strategies for paraphrasing one category، وهناخد identifying learners problems، ايه هي مشاكل الناس في ان هي ما بتقدرش تعمل classification. بندخل على انواع تانية من الاسئله زي حاجه اسمها labeling map or plan. هناخد strategies for following instructions in the map questions. سؤال الماب يا جماعه ده برضو من الاسئله اللي challenging او the most challenging questions in the listening part. عندنا in the map question هناخد some examples to apply on و practice او practical exercises.
كمان هنتكلم على زي ما احنا شايفين هنا ال common problems and solutions. يعني ايه ال common problems and solutions؟ هنتكلم على different dialects and accents in English. زي ما قلنا احنا بنقسم المهارة لأجزاء صغيرة. من ضمن الأجزاء الصغيرة اللي الناس عندها مشاكل فيها هي understanding the dialects and the accents in English. طبعا احنا عارفين احنا عندنا the British accent, the American accent, the New Zealand accent, the Australian accent. عندنا accents كتيرة جدا. فهنا some common problems in understanding the British accent. تحديدا ال British accent بتتكرر كتير جدا، وفي ناس بيبقى عندها مشكلة ان هي تفهم اصوات او مخارج الحروف في بعض الوردز. فبناخد ايه هي وبنعمل حاجه اسمها زي فوكس على بعض الساوندز اللي بيتم عمل فيها لينكينج او كده، عشان تقدر بعد كده تقدر تفهمها بشكل واضح. وبعدين بنركز على identifying speakers with examples and exercises. الجزء ده مهم جدا، لان انت مثلا عندك في بعض الاوقات بيكون عندك 4 speakers، أربعة بيتكلموا في listening، أو الثلاثة أو whatever، أكتر من 2 يعني في section 3 أو section 4. وبالتالي أنت في ناس عندها مش مشكلة في إن هي تفهم اللي بيتقال، ولكن عندها مشكلة مين اللي بيتكلم، هل هو جون، هل هو مايكل، هل هو مين هو اللي بيتكلم. وبالتالي لما السؤال بيجي يسألك على حد فيهم ما بتقدرش تجاوب أو ما بتقدرش تدي الإجابة الصح. فهنا بنركز على السب سكيل دي، اللي هي المهارات اللي هي الصغيرة دي، اللي هي ازاي تحدد مين بيتكلم عن طريق ايه، وايه اللي بيميز كده، وايه الاستراتيجيات التعامل مع موضوع identifying speakers. طبعا النوت completion ده برضو سؤال من اسئله listening. بناخد how to be grammatically correct. وبعدين الفورث assignment بيكون listening assignment، وبنركز فيه برضو على المهارات اللي تم شرحها في الجزء ده. طيب بنرجع تاني بندخل على جزء الرايتنج. بنركز على strategies for writing، بنركز على اهم حاجه اسمها الاسسمنت كرايتيريا. تاسك 1 and تاسك 2 writing بنتكلم على organization. طيب تعالوا الاول نشوف ايه يعني ايه assessment criteria. عندنا 4 معايير يا جماعه بيتم تقييمنا بناء عليهم. يعني في الامتحان لما بيكون معاك الورقه بتكتب فيها التوبيك بتاعك، المصحح بيكون معاه ال4 معايير دول عشان يقدر يديك الباند سكور المطلوب. طيب اول حاجه اسمها التاسك ريسبونس. طيب يعني ايه تاسك ريسبونس؟ هناخد يعني how to be relevant، هناخد real examples from candidates ونحدد المشاكل بتاعتهم وليه هم ما كانوش عندهم حاجه اسمها تاسك ريسبونس، وليه مثلا خدوا 5 من 9، ليه خدوا من 6 من 9. الكلام ده عملي عشان تقدر فعلا توصل للمطلوب هنا. وبناخد براكتس عملي، بتبدا زي مجموعه sentences او بتكتب مجموعه ideas وبنشوف هل هي relevant ولا لا، ومن هنا بتقدر تحدد نقط القوه والضعف في الرايتنج. هنتكلم على حاجه اسمها الكوهيجن اند الكوهيرنس. هنشرح بالظبط ايه هو الكوهيجن، ايه هو الكوهيرنس، وليه مهمين في الرايتنج، وازاي المصحح وايه اللي بيدور عليه المصحح بالظبط في الرايتنج بتاعك عشان يديك الدرجه الكامله في جزء الكوهيجن اند كوهيرنس. بعدين الليكسيكال ريسورسز، وطبعا الليكسيكال ريسورسز هنربطها بجزء الفوكابلري المهم جدا اللي احنا هنشرحه في اخر الفيديو، او الكتاب اللي بنشرح منه او بنحفظ منه بعض الكلمات المهمه جدا لجزء الرايتنج. بعدين الجراماتيكال رينج اند اكيرسي، ايه هو الجرامر المهم جدا لكل سيكشن او لكل تاسك. طيب زي ما احنا شايفين هنا بعض النقط السب سكيلز اللي بنتكلم عليها في الكوهيجن والكوهيرنس. مثلا بنتكلم على transitional words, how to connect sentences, how to connect paragraphs، والcommon problem عند الناس في جزء الكوهيجن and coherence. في جزء الليكسيكال ريسورسز هنتكلم على how to score, how to link that to the vocabulary plan، وبناخد model essay to apply on. لازم يكون عندك مثال عملي قدامك عشان تقدر تطبق عليه وتعمل زيه. الجراماتيكال رينج اند اكيرسي بنتكلم على السنتنس ستراكشر، بنشرح البنكتويشن ماركس، بنشرح التايبس اوف sentences. بعد كده بيجي وقت ان احنا نشرح تاسك 2 تحديدا او تاسك 1 وتاسك 2. هنا بنتكلم تحديدا على essay writing, how to write an effective essay. فبنشرح بالتفصيل يعني ايه how to write an introduction. بنتكلم على حاجتين مهمين جدا لازم يكونوا included in the introduction, like the thesis statement. ايه هي ال thesis statement وازاي نعملها، ايه هو ال background statement وازاي نعملها. بعد كده الفيفث assignment بيكون برضو writing، بيبقى فيه assignment عملي، سؤال على الرايتنج بيتكتب وبيتبعت للتصحيح وبتاخد الفيدباك عليه detailed feedback.
بنشرح ايه هو البادي باراجرافز او ايه هو البادي باراجراف، وازاي نعمل حاجه اسمها مين ايدياز، وازاي نعمل سبورتنج ديتيلز، وساعات كمان بيكون في حاجه اسمها كونكلودنج سنتنس على بعض الباراجرافز. بنفهم ايه هو بالتفصيل وبنكتب مع بعض اثناء الاونلاين سيشنز عشان نقدر نوصل ل او to master the skill needed for that writing. طيب بعد كده الكونكلوجن وده the last part in the essay، وبنتكلم فيه على how to paraphrase effectively، وازاي نحط ending للاساي بتاعنا، وازاي نعمل paragraphing، والكلام ده كله مهم جدا عشان نقدر نوصل للاساي المطلوب. في ناس كتير جدا بتكون stuck ما بين 6.5 و7 بسبب حاجه اسمها ال cohesive devices او ال grammatical range and accuracy، فبنقدر نوصل لها كلها. طيب يبقى خلاص هنا الكونكلوجن. بعدين هنبدأ نتكلم على الاورجنايزيشن. الاورجنايزيشن بالنسبه للرايتنج بنتكلم على how to avoid repetition. طبعا لو عملت repetition لبعض الوردز بيكون عندك مشكله، فبناخد بعض السنتنس بعض البارافريز اللي بتعمل حاجه اسمها avoiding repetition during writing using the correct style. هنعرف ايه هو يعني ايه الستايل في الرايتنج. هنناقش الموضوع ده بديتيلز during the course. expressing a personal view، ازاي نعمل expression للفيو بتاعنا او الرأي بتاعنا during the task. و the structure for each question type. دي نقطة مهمة جدا، لان الاسئلة مختلفة في تاسك 2 تحديدا، يعني مش هي نفس الشكل اللي هنكتب بيه كل انواع الاساي، لا في بعض الحاجات او الاستراكشر المهم لكل سؤال. فالاستراكشر مثلا لسؤال الادفانتجز اند disadvantages مختلف على سؤال البروبلم سولوشنز، فهناخد ايه الاستراكشرز وازاي نحل كل type of question. طيب بعد كده the most commonly misspelled words in IELTS writing، بناخد زي ليست كده ببعض الكلمات اللي الناس كتير بتعمل لها spelling غلط عشان to avoid these problems while writing. طيب يبقى ده كده جزء الرايتنج، وبناخد عليه assignment، بتكتب رايتنج كامل اساي كامل وبيتم تصحيحه وبيديك الفيدباك بناء على الاربع معايير اللي اتكلمنا عليهم، بناء على الاورجنايزيشن اللي اتكلمنا عليهم. الكوهيجن اند كوهيرنس بنتكلم على الجراماتيكال رينج اند اكيرسي، بنناقش كل مشكله بالظبط او نقاط القوه جوه الرايتنج بتاعك، وبيتبعت لك فيدباك او ديتيلد فيدباك. بعد كده بندخل على المهاره الاخيره وهي السبيكينج، وهنا بناخد سبيكينج ستراتيجيز اند تكنيكس. اول حاجه في السبيكينج بنتكلم على حاجه اسمها سبيكينج كرايتيريا، ودي المعايير اللي شبه معايير الرايتنج. برضو في السبيكينج بيكون في بعض المعايير المهمه جدا اللي بيتم تقييمك على اساسها. زي ايه؟ زي تعال نشوف كده. بيكون عندنا 4 معايير بتتشابه شويه في بعض الحاجات مع الرايتنج وبتختلف في حاجات تانية. يعني مثلا بدل الكوهيجن اند كوهيرنس بيكون حاجه اسمها فلوينسي اند كوهيرنس. هنعرف يعني ايه فلوينسي ويعني ايه كوهيرنس وازاي نقدر نطبقهم في السبيكينج بتاعنا، وهيكون في ريكوردينجز وهيكون في تفاعل عملي اثناء السيشن عشان تقدر فعلا تطبق على فكره الفلوينسي اند كوهيرنس. بنعرف ايه الليكسيكال ريسورسز، والليكسيكال ريسورسز بتتكلم على الفوكابلري مينلي، وبنربط ده بجزء الفوكابلري او الفوكابلري بلان اللي احنا بندرسه جوه الكورس. جراماتيكال رينج اند اكيرسي طبعا دي قريبه من الرايتنج، وبنعرف ايه هي البرونسيشن والديفرنس between pronunciation and the dialect. والجزء ده برضو مهم جدا عشان ناس كتيره فاكره ان هي عشان تجيب درجه كويسه في السبيكينج لازم تتكلم like Americans or British or whatever. لا، هنعرف ازاي نحط الاسترس او نستخدم الاسترس بشكل صحيح على الوردز. فالليكسيكال ريسورسز بنتكلم على how to connect it with the vocabulary plan، خلاص عرفنا الجزء ده. والجراماتيكال رينج اند اكيرسي هنتكلم على من ضمن الاستراتيجيات المهمه جدا في الجراماتيكال رينج اند اكيرسي هنتكلم على حاجه اسمها the PPF تكنيك، وده تكنيك او استراتيجي بنستخدمه في السبيكينج عشان يحقق معيار الجراماتيكال رينج اند اكيرسي. هنشرح ده بالتفصيل during the sessions. وكمان عشان نحقق معيار الفلوينسي ناس كتير بتقف عن الكلام او ما بتلاقيش ideas تتكلم فيها، وبالتالي هناخد حاجه اسمها the TS تكنيك، وده تكنيك او استراتيجي بنعالج بيه مشكله running out of ideas او مشكله التوقف عن الكلام في بعض الاوقات. وبعد كده هيكون السيفنث assignment بيكون speaking، بتعمل ريكوردنج بيتبعت لك the assignment زي اسئله عمليه من امتحانات سابقه، وبتسجل بصوتك حل الاسئله دي او الاجابه على الاسئله دي، وبيتبعت لك فيدباك ديتيلد فيدباك عن المشاكل الموجوده في السبيكينج وازاي بيتم حلها.
طبعا بناء على الاربع معايير اللي احنا اتكلمنا، كل حاجه بنتكلم على المعايير لان هو ده طريقه تصحيح الامتحان نفسه، يعني هم بيصححوا بناء على المعايير دي. بناخد بعض التكنيكس، بناخد بعض البروبلمز ان سبيكينج. يعني في مشاكل يا جماعه خاصه بالفاول بروبلمز، بعض المشاكل الفاولز، يعني ازاي تنطق تعمل لينكينج للوردز. فهناخد هنا detailed instructions about how to pronounce some vowel sounds او some vowels عموما. وهنا هنتكلم على the pronunciation of some words according to their grammatical features. الجرامر ساعات بيحدد شكل او نطق الكلمات بتاعتنا، وبالتالي مثلا فكره الاي دي، الفاينل اي دي بالنسبه للباست سامبل مثلا بيتنطق بثلاث اشكال مختلفه، وبالتالي لو انت الجزء ده مثلا لو تم شرحه او بيتم شرحه هنا بيعالج تقريبا 60-70% من نطق بعض الكلمات in the past. نفس الكلام بيكون عندنا في البريزنت، بعض الجراماتيكال ستراكشرز بتاثر على طريقه النطق، وبالتالي بنناقش الجزء ده هنا وبنشرحه عملي عشان تقدر تظبط جزء البروننسيشن والفلوينسي كمان في السبيكينج. بيكون عندنا some videos في real candidates، بعض الفيديوز الحقيقيه في الاكزامينيشن او بالناس بتمتحن حقيقي، وبنعمل spotting their mistakes، لان في عندنا تكنيك بيقول ان هو لو انت قدرت تعمل spotting someone's mistake فانت most likely you're not gonna do it. يعني انت لو انت عرفت خطأ حد معين في السبيكينج او في الرايتنج او whatever، فانت معناها ان انت مدرك الخطأ ده، وبالتالي انت مش هتكرره. وبالتالي لما بنعمل الجزء ده بيكون في discussions ideas كتير جدا بنكتشفها على بعض الاخطاء وانت بتعمل سبيكينج. طيب وبالتالي بناخد بعض البراكتيكال exercises. كمان بنناقش في السبيكينج how to accomplish each part. احنا عارفين ان احنا عندنا 3 parts في السبيكينج. بعد ما بناخد الاستراتيجيز اللي احنا شرحناها من شويه، بنتكلم على part 1 ازاي نعمل تاكل لبارت 1، ازاي نتغلب على part 2 وبارت 3. بنعمل حاجه اسمها understanding cohesive devices اللي احنا شرحناها في الرايتنج، بنطبق عليها برضو في السبيكينج، لان انت مثلا ساعات بيحصل لك مشكله زي مثلا what if you run out of ideas while speaking. بعض الناس بعد دقيقه، بعد كام ثانيه بتلاقيهم وقفوا عن الكلام، فانت هنا هناخد some solutions، بعض الحلول and phrases، الفريزز اللي هتساعدك في انك تكمل speaking. Understanding the task، بنعمل حاجه اسمها taking notes، ايه هي الطريقه المثاليه لعمل النوتس. Agreeing and disagreeing، طبعا في اسئله كتير في الامتحان بتسالك على هل انت موافق ولا لا او ليه، فبناخد بعض الاكسبريشنز المهمه هنا، و practical examples and exercises. ده كده يعتبر overview على الفور سكيلز. طبعا بيكون عندنا assignment number 8 على السبيكينج، بيكون برضو recording على تطبيق على بعض المهارات اللي تم استخدامها او تم شرحها في المحاضرات دي. بعد كده بندخل على الفوكابلري بلان. الفوكابلري بلان بيكون عندنا كتاب من اهم كتب الايلتس الموجوده حاليا. الكتاب ده بيتميز ان رقم 1 الكلمات كلها داخله في امتحانات الايلتس. يعني انت لما بتذاكر الكتاب ده انت خلاص بتبقى معظم الكلمات دي هتلاقيك بتستخدمها في السبيكينج والرايتنج، وكمان هتلاقيها في الريدنج. بنركز على 16 units of vocabulary during the course. بيكون عندنا 2 units per session، كل سيشن بيكون مطلوب منك 2 units المفروض تحضرهم عشان نقدر نطبق عليهم في السيشن دي. بيكون في كل بداية سيشن بيكون عندنا exercise in vocabulary على التو vocabulary اللي بيتم تحضيرهم، بيكون في exercise كتطبيق عشان نقدر نعرف ان انت master these 2 units. عندنا بيكون في progression form for each participant، كل محاضرة بيكون في زي فورم كده او زي ملف متابعة لكل واحد عشان نعرف هل هو عمل الاساينمنتس المطلوبة سواء كانوا من 1 ل 8 او الwords او الفوكابلري plan following the 2 units. طيب the session will be recorded. طبعا كل sessions بتكون على زوم، بتكون لايف، وفي نفس الوقت بيتم تسجيلها عشان تتبعت لك تقدر تستخدمها في اي وقت واي مكان. الماتيريالز will be provided throughout the course. اثناء الكورس بيبقى في جروب واتساب وبيبعت لك عليه كل الماتيريال المطلوبه او اللي تم شرحها، وبالتالي بيكون عندك الماتيريال اللي تطبق عليها، زائد كمان اي امتحانات سابقه، بحيث ان يبقى في تطبيق عملي على كل حاجه. لو عايز تفاصيل اكتر عن الكورس تقدر تتواصل معنا على رقم الواتساب الموجود اسفل الفيديو، وكمان في الديسكريبشن هسيب لك لينك لتقييمات الناس اللي اخذت الكورس قبل كده، وكمان لينك للفيسبوك
جروب اللي احنا بنستخدمه لتحضير اختبار الايلتس. شكرا، بالتوفيق لكم جميعا، وان شاء الله الكورس يكون the first step لانك انت تحقق او توصل للباند سكور المطلوب. شكرا، مع السلامة.